بودكاست مع رفعت، وحلقة مميزة جدا إن شاء الله مع معالي المستشار محمد السعيد. هنتكلم فيها عن قانون العمل. إحنا قصة قانون العمل دي عشان نتكلم فيها هنتكلم عن حاجات كتير قوي، وهنتكلم عن حقوق وواجبات العامل. طبعا الحاجات دي كلها الناس يعني نفسها تعرف ايه اللي المفروض يعملوه وايه اللي المفروض ما يعملوهوش. معالي المستشار محمد السعيد هيتكلم معانا في كل تفصيلة. طبعا معالي المستشار هو كان قنصل مصر سابقا في بره مصر في دول كتير، سافر شاف دول كتير. هيقدر النهارده يقول لنا يعني ايه قانون عمل في مصر او في دول عامة. يعني ايه العامل يبقى ليه حقوق وعليه واجبات، عشان برضو احنا مش كل حاجة ناخد حقوقنا، لازم نبقى عندنا واجبات لازم نأديها. معالي المستشار هيتكلم معانا ببساطة. احنا استأذناه طبعا انه لازم يتكلم ببساطة علشان الناس اللي بتتفرج علينا. احنا كلنا كل واحد في مكانه عامل، فمعالي المستشار هيفهمنا يعني ايه عامل، يعني ايه شغل، يعني ايه حقوق واجبات. معالي المستشار احنا بنشكرك جدا على وجودك معانا، وبرحب بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ احمد. مقدمة طويلة شوية بس كانت يجب ان هي تكون في حق حضرتك طبعا معالي المستشار. بشكرك على هذا الثناء وهذا الاطراء وهذه المقدمه الجميله، وطبعا كل الشرف انك اتحت لي هذه الفرصه. ربنا يخليك معالي المستشار. امرك في استفسار في اي قانون. طيب مبدئيا كده قانون العمل، انا طبعا اعرف ان حضرتك بتعمل كتاب جميل جديد عن قانون العمل. انا مبسوط جدا ومنتظره بصراحة ان شاء الله اعرف كل تفاصيله ان شاء الله. ولكن احنا النهاردة هنتكلم عن الاجزاء والتفاصيل اللي بتهم الناس اكتر، وخلينا نبدأها من الاول خالص. يعني ايه اصلا قانون عمل، او ايه فكرة ان يتم اصدار قانون عمل في اي قانون مصري او غيره؟ يعني بداية قانون العمل هي مجموعة قواعد قانونية الهدف منها تنظيم العلاقة بين طرفي الإنتاج، واحنا اتفقنا نتكلم ببساطة. أكيد طبعا. اسمح لي يا أستاذ أحمد هنبعد أرقام المواد طبعا ونصوص المواد علشان حبايبنا وأبنائنا العمال والعاملين في منشآت الدولة يبقوا عارفين ببساطة يعني إيه قانون عمل. تمام. قانون عمل هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين طرفي الإنتاج. تمام. يعني بتنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل. طب أنا عشان أفهم بس من بدايتها، يعني إيه عامل؟ يعني عامل ده اللي هو الفني مثلا؟ لا يا فندم، العامل هو اسم شامل جامع لكل من يعمل في كل قطاعات الدولة. العاملين بالحكومة والقطاع العام عمال باختلاف مسمياتهم الوظيفية. العاملين بمنشآت قطاع الأعمال العام عمال. العاملين بالقطاع الخاص عمال. وتنقسم المهن الفنية إلى مهن إدارية ومهن إشرافية ومهن إنتاجية. مهما تعددت المهن وتنوعت يطلق اسم العامل على كل من يعمل، وهذا الاسم هو اسم الفاعل من الفعل يعمل. كلنا عمال. وزير يطلق عليه عامل، مسؤول كبير يطلق عليه عامل، مهندس يطلق عليه عامل، فني يطلق عليه عامل. كلمة عامل ببساطة شديدة تعني أنه يعمل لدى صاحب العمل في وظيفة معينة، سواء كانت هذه الوظيفة إشرافية أو إدارية أو فنية تتعلق بالإنتاج. طيب معالي المستشار ببساطة كده من الآخر، إحنا بنشوف قانون العمل والناس ما بتبقاش مبسوطة إن هي مش أخده حقوقها. هل هو قانون العمل بيحمي العامل أكتر ولا بيحمي صاحب العمل أكتر؟ بلا شك حينما شرعت قوانين العمل منذ قيام ثورة 52 قبل قيام ثورة 23 يوليو 52 كانت هناك مجموعة قواعد عامة من شأنها تحديد ساعات العمل وأوقات الراحة وفترات الغلق الأسبوعي التي كان يلتزم بها أصحاب المحال التجاري. ثم بعد ذلك تطور الأمر إلى تأسيس أول قانون عمل في مرحلة الستينات، وتوافق هذا القانون وتزامن مع صدور قوانين يوليو الاشتراكية التي بموجبها تم تأميم وتمصير جميع المنشآت المملوكة للأشخاص لتصبح منشآت مملوكة للدولة في ظل المذهب الاشتراكي الذي كان سائدا في ذلك الوقت. جميع القوانين يا أستاذ أحمد الخاصة بالعامل كلها تهدف إلى تحقيق مصلحة العامل، ودائما الدولة تنظر إلى العامل باعتباره الشخص الأولى بالرعاية. حتى أننا قلت لحضرتك كلمة قبل التسجيل إن العامل قد يراه كثير من الناس هو الجانب الضعيف. العامل ليس ضعيفا، العامل قوي بقانون العمل.
قانون 137 لسنة 81 كان قانونا قويا وكان يحمي حقوق العمال. أعقبه قانون 12 لسنة 2003 وكان قانونا قويا يحمي حقوق العمال. ثم جاء قانون العمل الأخير الذي تم تطبيقه من 1/9/2025 وهو القانون رقم 14 لسنة 2025. باستطلاع هذا القانون وباستقراء ما جاء فيه من مواد قانونية ونصوص قانونية نستخلص أن القيادة السياسية أولت اهتماما خاصا بحقوق العمال، وكانت حريصة على وضع الإطار التشريعي الذي يضمن كل هذه الحقوق. فجاء هذا القانون محققا لجميع الآمال وحاميا لكل حقوق العمال في ظل مجموعة قواعد وأسس ونصوص قوية تحقق للعامل الضمانات الكافية، شريطة أن يلتزم العامل بما يوكل إليه من أعمال. العامل ببساطة ينفذ ما عليه ويلتزم بما عليه من عمل ويخلص في أداء عمله ويلتزم بكل الواجبات الوظيفية والمسؤوليات والمهام التي أوكلها له صاحب العمل ليحقق أعلى معدل أداء وأعلى كم إنتاج من حيث الجودة. إذن على العامل أن يلتزم بكل الأمور المتعلقة بعمله. وعايز أطمن حضرتك إن قانون العمل 14 لسنة 2025 جاء بنص في غاية الأهمية نقف قدامه شوية، إن المزايا التي وردت في هذا القانون تمثل الحد الأدنى الذي يتم على أساسه التفاوض. إذن حينما وضع قانون 14 الحالي لسنة 2025 والذي بدأنا في تطبيقه من شهر سبتمبر الماضي، هذه القاعدة القانونية تنفذ بأن جميع المزايا الموجودة في القانون تمثل الحد الأدنى. طب معلم مستشار كلمني شوية عن المزايا من بدايتها. يعني قانون العمل الجديد انفرد ببعض المزايا التي لم تكن موجودة قبل ذلك، وإن شاء الله الكتاب اللي هيصدر قريب واللي وعدت حضرتك بيه أكيد طبعا لو احنا طبعا السادة المشاهدين هيبقوا معانا طبعا هيقترحوا علينا اسم للكتاب. طبعا أنا والله لغاية النهاردة أنا ما حطيتش اسم الكتاب، وحبايبي من المقربين ومن زملائي الأفاضل يعني فاضل حتى هذه اللحظة لم يتم اختيار اسم كتاب. الكتاب بدأت فيه العمل به منذ عام 2023 وتقريبا قربت أنتهي منه، فاضل بس بعض المقارنات الخفيفة بين المواد التي جاءت في القانون السابق والقانون الحالي. لما نقرأ قانون العمل 12 لسنة 2003 الذي انتهى العمل به في 31/8 السابق، هذا القانون هناك نصوص استحدثت في القانون الجديد لم تكن موجودة من قبل. على سبيل المثال أنماط العمل لم يتطرق أي قانون آخر سابق لهذا القانون على هذا الأمر. كثير من العمال يعانون من ضيق الوقت في تنفيذ العمل، وظروف الحياة اللي احنا بنمر بيها يا أستاذ أحمد وضغوط الحياة تجعل العامل الذي يواجه هذا الأمر يرغب في العمل بأكثر من مهنة عشان يقدر يواجه احتياجات بيته واحتياجات أسرته. لما كنا بنيجي نقول زمان هذا الكلام كنا بنقوله بحرص شديد وما نقدرش نفصح عنه إفصاحا كاملا، لأن النهارده في قانون العمل 14 لسنة 2025 في الفصل الثاني من هذا القانون تطرق المشرع إلى وضع نصوص جديدة مستحدثة وهي أنماط العمل. بمعنى إيه بقى؟ بمعنى إيه؟ قسم أنماط العمل إلى عدة أجزاء. العمل عن بعد دي اللي استحدثت أيام الكورونا. طبعا أيام الكورونا. طبعا. ما هو إذا المشرع أراد وضع قانون لابد أن يواكب العصر ويواكب الأيام اللي هو عايشها ويشوف نبض الشارع المصري ونبض العامل المصري، ما ينفعش المشرع يبقى بمعزل عن العالم. العمل عن بعد مستحدث. يعني إيه العمل عن بعد؟ يعني أنا ممكن أكون ملتحق بوظيفة معينة في جهة عمل معينة أؤدي فيها عملي وأكلف بالعمل عن بعد لدى جهة أخرى. هذا أمر متفق عليه وهذا أمر أقره المشرع في قانون العمل الجديد مع وضع الضمانات الكافية لتنفيذ هذا الأمر. أيضا هناك نوع آخر من أنواع أنماط العمل اللي ما كانش موجودة، زي مثلا مبدأ تقسيم العمل. صاحب العمل من حقه في ظل أحكام هذا القانون إنه يقسم العمل على مجموعة عمال. بمعنى هناك أعمال كثير من المنشآت الصناعية والمنشآت الإنتاجية قد تتطلب قدر عالي من المهارة، فإذا انفرد عامل واحد بهذا النوع من العمل أضاع على غيره من العمال المزايا المادية التي سيحصل عليها جراء هذا العمل، وبناء عليه صاحب العمل يقدر من خلال هذا المبدأ إنه يقسم العمل على أحمد ومحمد وإبراهيم وعلي وهكذا مجموعة الناس اللي يشتركوا في تنفيذ هذا العمل ويحصل على المزايا المادية التي يتعهد بها صاحب العمل. إذن أنا حققت العامل مصلحة
ما كانش موجود قبل كده، انه النهارده مبدا تقسيم العمل، انت مش قادر تشتغل لوحدك الشغل ده، ولو ما اديتوش في زمن قياسي معين انت تحرم من حافز الانتاج او المكافاه المنصرفه. لا، اتعاون مع فلان 3 أو 4 بالاتفاق مع صاحب العمل، هنشترك يا فندم في تنفيذ هذا العمل، والعائد المادي يوزع علينا جميعا بالتساوي. هناك ايضا نوع اخر من انواع العمل غير النمطي، اللي هو العمل بعض الوقت. انا عامل ظروف الصحيه ما تسمحليش ان انا اشتغل 8 ساعات دوام كامل، ما ينفعش اشتغل العمل دوام كامل، عندي ظروف تحول دون قيامي بتنفيذ عملي على مرحله الدوام الكامل اللي هي 8 ساعات تشغيل فعلي وفقا لاحكام القانون. المشرع اداك الحريه في انك انت تشتغل بعض الوقت بارت تايم. طب والباقي؟ انجزت العمل في زمن معين وارتحت بقيه الوقت، مفيش مشاكل. طب ومين اللي يحميني من صاحب العمل اذا كنت انا عايز اعمل ده واحاول اتفاوض معاه وهو متعنت؟ ازاي؟ طالما وردت نصوص قانونيه بتجيز هذا الامر، إذن هذه النصوص وضعت جميع الضمانات التي تكفل للعامل حق. مفيش كلام بعد ما يصدر تشريع الدولة تقره وتعممه على مستوى الجمهورية، وكل عمال مصر في كل القطاعات وفي كل المجالات، سواء كان قطاعات سياحية، قطاعات فندقية، قطاعات خدمية، قطاعات إنتاجية، كل العمال يستفيدوا من هذا الأمر، والضمانات اللي موجودة سيصدر بها ضوابط. خد بال حضرتك من نقطة، إنه معظم قوانين العمل الوضعية منذ أن تم وضع أول قانون عمل وحتى هذه اللحظة بيطلع معاها قرارات وزارية مكملة يا أستاذ أحمد. القرارات الوزارية بتحط الآليات لتنفيذ المواد القانونية. القرارات الوزارية المعتمدة من وزير العمل بتضع القواعد العامة لتنفيذ آليات نصوص القانون، ونحن بصدد انتظار بقية القرارات الوزارية لأنه لم يصدر كثير منها، والقرارات بتأتي تباعا من وزير العمل مشكورا وتوزع على المديريات للعمل بها وتنفيذها. بتبقى موجودة يا أستاذ أحمد في فحوى القرارات الوزارية اللي دايما بنقول عليها إيه؟ مكملة لمواد القانون. التفسير دايما بيجي من خلال القرار الوزاري. على سبيل المثال، صدر قرار معالي وزير العمل رقم 214 لسنة 2025 يتعلق بعقد العمل، وعقد العمل هو الرابط القانوني بين العامل وصاحب العمل. وبهذه المناسبة أوجه رسالة إلى أخواتي وأبنائي العمال في كل المجالات وفي كل القطاعات: كن حريص أيها العامل على أن تكون علاقتك بصاحب العمل علاقة قانونية رسمية. العلاقة القانونية المثبتة سهل إثباتها إذا لا قدر الله حدث نزاع قضائي بين العامل وصاحب العمل، وطالما أنا أقدر أثبت العلاقة من خلال المستندات أقدر أخد حقي. تخيل حضرتك إنه حدث نزاع قضائي أو حدث خلاف بين العامل وبين صاحب العمل، ولجأ العامل إلى التقاضي وصاحب العمل منتظر النتيجة، أو لجأ هو الآخر، ولا يوجد ما يثبت أن هذا العامل يعمل لدى هذا صاحب العمل. نعمل إيه؟ لابد أن تكون هناك علاقات مثبتة، وإثبات علاقة العمل تتعدد آلياتها وتتنوع، بدءا من تحرير عقد العمل. لازم يكون في عقد عمل مكتوب. أنا بوجه رسالة للشباب، بوجه رسالة لأصحاب الأعمال، بوجه رسالة لأبناء هذا الوطن: قانون العمل الجديد صدر بضمانات كافية من شأنها الحفاظ على جميع الحقوق الخاصة بالعمال، وأيضا هذا القانون صدر بضمانات كافية لأصحاب الأعمال التي تنظم الحقوق والواجبات بين الطرفين. فياريت ما نضيعش الكلام ده، حتى انه في احد المواد القانونيه في القانون الجديد الماده 89 عقد العمل يعتبر غير محدد المده في الحالات الاتيه: 1، اذا كانت العلاقه بين الاثنين علاقه شفهيه، يعني مفيش عقد مكتوب وده اكبر خطر. 2، اذا اتكتب عقد عمل وما تحددش فيه تاريخ بدايته وتاريخ نهايته، لأن العقد هو مجموعة اتفاقات بتظل قائمة ناشئة عن هذا العقد بين الطرفين، والآثار المالية والقانونية بتاعتها بتظل موجودة طول ما العقد موجود. طب ما فيش عقد هثبتها ازاي؟ 3، إذا كان عقد العمل مثبت به تاريخ واستمر الطرفان بالعمل بمقتضاه بعد انتهاء التواريخ، يعتبر عقد عمل مفتوح، والمشرع أجاز لصاحب العمل وأجاز للعامل إنه يشتغل بحرية تامة. حضرتك سألت سؤال برضو، إنه إيه المزايا اللي جابها قانون العمل الجديد ولم تكن موجودة من قبل؟ هناك مزايا أخرى زي الأجازات السنوية. ايه بقى خير، هناخد اجازه زياده؟ كنا في الماضي في القانون 12 لسنة 2003 بنتكلم على المادة 47 اللي بتتكلم على الأجازة السنوية. بتدي المادة
حق العامل في الحصول على أجازة سنوية مدتها 21 يوم بعد ما يعدي عليه سنة كاملة في خدمة صاحب العمل، وله الحق أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة 6 أيام خلال السنة. سبب عارض يعني إيه؟ حصل عنده ظروف طارئة، لا قدر الله وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى أو حدوث إصابة معينة، فبيضطر إن هو ياخد أجازة عارضة، والأجازة العارضة جزء من الأجازة السنوية، يعني هي جزء من 21 يوم. هي بس يكون مش مضطر ان هو يبلغ قبلها لانها عارضة فحصلت في لا يجوز الإبلاغ عن العارضة قبلها. ليه؟ لانها عارضة. عارضة. وأنا ما أقدرش أتوقع حاشا لله ما سيحدث لي كمان شوية. أنا عارف يحصل لي إيه؟ لا طبعا، كل خير دايما يا رب ان شاء الله. لكن احنا بنتكلم على انه الاجازه العارضه كانت في الماضي هي جزء من الاجازه السنويه، وكانت 6 ايام، ويحصل العامل على اجازه سنويه مدتها 21 يوم بعد ما يعدي سنه كامله. الجديد بقى، اذا العامل ما كملش سنه هل يحرم من الاجازه؟ لا يجوز. لا يجوز. بنعمل حاجه اسمها ايه؟ المدى الزمني للاستحقاق اللي هو 6 شهور الاولانيين. بمعنى بعد ما يعدي 6 شهور على التحاق العامل بالعمل ياخد اجازه بنسبه المده اللي قضاها في خدمه صاحب العمل بنسبه وتناسب. يعني ال 21 يوم مثلا نقسمهم مع الاثنين على اساس انه قضى 6 شهور بالظبط كده. نيجي بقى للجديد. الجديد احسن من اللي فات. ازاي بقى؟ زود عدد الاجازه. العامل في اول سنه من تاريخ تعيينه له 15 يوم اجازه سنويه. ده اللي خلال اول سنه. اول سنه حضرتك هتعمل العامل عقد عمل ويتم التوقيع عليه، هياخد اول سنه ينزل له 15 يوم اجازه سنويه. يعدي السنه ينزل له بالاضافه الى ال 15 21 يوم اجازه سنويه. يبقى انا بتكلم في كام؟ 36 يوم. اول سنه 15 يوم، تاني سنه تعدى عليه سنه كامله، سنه تعاقديه بموجب عقد عمل، يعني هو اول سنه ياخد 15 بس يتم استحقاقها بعد ال6 شهور الاولى. اجي بقى في السنه الثانيه هعمل له عقد عمل ايه؟ جديد. هجدد له العقد واكون حريص على التجديد. مظبوط. وبوجه رساله الى ابنائنا العمال، كن حريص على تجديد عقد العمل، وكن حريص على قراءة عقد العمل قراءة متأنية قبل التوقيع عليه لكي تعرف ما لك من حقوق وما عليك من واجبات. عدى السنة الأولى عدى السنة 15 يوم. الأولى اديته 21 يوم أجازة سنوية، من ضمن ال 21 يوم 7 أيام أجازة عارضة زودناها يوم. يعني العامل له الحق أن ينقطع عن العمل لأي سبب عارض، لأي ظروف قهرية خارجة عن إرادته، غصب عنه ما عرفش يجي فانقطع، بنحسبها له عارضة. كانت 6 بقت 7، بس بشرط تيجي تاني يوم على طول تبلغ بالأجازة العارضة وتدي لصاحب العمل الأسباب والمبررات اللي جعلتك ما تقدرش تيجي، ولا بد أن تكون أسباب قوية. وفي هذا الأمر يحضرني أستاذنا المستشار علي عمار صاحب الموسوعة العلمية الجميلة قانون العمل ما بين الآراء الفقهية والأحكام القضائية، حينما قال أن العامل الذي ينقطع عن العمل لابد أن يقدم لصاحب العمل في اليوم التالي لحضوره المبررات القوية التي حالت دون حضوره إلى مقر العمل. ما يجيش عامل يقول إيه والله أنا كنت بودع ابن خالتي في مطار القاهرة الدولي ونمت متأخر فقمت متأخر، أصل أن كان بنتي عيد ميلادها واضطريت أسهر مع الحبايب ومع الناس فاضطريت أقوم تاني يوم متأخر. هذا أمر لا يقبله القانون ولا يقبله أيضا العقل والمنطق، لأن كلنا لازم نعرف أن القانون هو عقل ومنطق. مواد القانون مؤسسة على قواعد العقل والمنطق. المشرع لم يهمل أيضا صاحب الخبرة، مش هيسويه بالعامل اللي لسه جاي امبارح. طب انت اديت للعامل اللي جاي امبارح اول سنه 15 يوم بعد 6 شهور الاولى، واديته 21 يوم و36 يوم. طب العامل اللي امضى في خدمتك او خدمه صاحب عمل اخر 10 سنين متصله، اليس هناك تقدير للخبره؟ نعم في تقدير للخبره. المشرع قال الاجازه السنويه للعامل اللي خدم عند صاحب عمل واحد او اكتر من صاحب عمل مده خدمه فعليه 10 سنين ياخد كام يوم اجازه سنويه؟ 30 يوم. ما زودوش 30 يوم. تمام. هناك ايضا تقدير من جانب المشرع لصاحب السن الكبير، ايمانا بهذا ان صاحب السن الكبير يحتاج الى قدر كبير من الاجازه، لان قدراته الجسمانيه بدات تقل شويه مع كبر السن. بتقل كتير بتقل كتير والله على الجرح يا صاحبي. قدرات العامل. ما احنا برضه نقول ايه اخواننا العمال احنا بنراعيهم اهو، حط مواد ونصوص من شانها تهيئه الجو المناسب للعامل عشان اقدر اروح، عشان اقدر انتج اصلا، عشان اقدر ادي. انا من غير جو مناسب مش هقدر. اذا كنا احنا بنأمن بيئه العمل من ناحيه السلامه والصحه المهنيه،
انا ليا راي إمم. ان انا لازم اامن بيئه العمل من الناحيه النفسيه، من مضبوط. الناحيه السيكولوجيه. العامل لازم يروح شغله هو يعني صافي ذهنيًا، صافي ذهنيا قادر صحيًا. وقادر صحيا على مواجهه هذا العمل وعلى القيام به على الوجه الاكمل. يبقى كمان المشرع ادى للعامل اللي تجاوز سن ال50 سنه 30 يوم اجازه سنويه. وجاء قانون العمل الجديد بميزه لم تكن موجوده من قبل. اخواننا وابنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصه أعطاهم المشرع ميزة لم تعطى من قبل، وهو أن أجازته السنوية 45 يوم في السنة، حتى لو جديد. لو أنا عينت من ذوي الاحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة وكلهم في عينينا طبعا وفي قلوبنا مفيش كلام، هديله 45 يوم. 45 يوم. معالي المستشار محمد السعيد، أنا كنت سعيد جدًا الحوار الشيق ده، وأنا باعتبره قعدة ودية طيب. مع حد أنا باعزه وعزيز على قلبي جدًا، وأتمنى كده من السادة المشاهدين إن شاء الله إن هم يشاركونا في التعليقات على كل الحاجات اللي حصلت معاهم من خلال يعني الحاجات اللي حصلت معاهم في العمل، المشاكل، الحاجات اللي هم مش عارفينها. وطبعًا معالي المستشار أنا هاستأذنه إنه يتابع معانا، إن شاء بحيث إن لو الله. حد حابب يسأل طبعا. أي حاجة إحنا هنكون معالي المستشار معانا بيرد علينا. غير إن إحنا نكون إن شاء الله في الأيام الجاية كل واحد بيعمل عشان البلد تزدهر، وفي نفس الوقت ما يضيّعش حقوقه. وإن شاء الله في الأيام الجاية هيبقى في حلقات كتير إن شاء الله تتكلم عن الحاجات المفيدة للي بيشتغلوا إذا كان أو صاحب العمل. وإن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة من بودكاست مع رفعت. مع السلامة. طيب معالي المستشار، تعالَ النهارده بقى نبعد شوية عن الرجالة وناخد شوية إخواتنا الستات.